الشاحنة الكبيرة كانت متوجهة إلى المحمدية. انفجرت إحدى عجلاتها فزاغت عن طريقها ودخلت إلى المسار المعاكس للطريق السيار، حيث انقلبت وجرت معها شاحنة صغيرة توفي سائقها. كما صدمت حافلة ركاب كانت تحمل 36 راكبا كانوا متوجهين إلى إيطاليا، حيث توفي أحد المسافرين. احنا جايين والكاميو جاي من هنايا العكس ديالنا حنايا، فرقعت لي الرويضه القداميه بيننا وبينه تقريبا واحد 10 متر اللي كانت ما بيننا وبينه، وخرج لعندنا لهنا. الكار كان غادي عادي في الشارع ديالو وغادي شد لا فيتيس ديالته، الرموك جا من هنايا الطريق من هذيك، تفرقعت ليه الرويضه، ما فجاه صافي ضرب الكار، ما دير حتى شي حاجه، حتى لا فوت ما كانت فيه، دخل في الطريق اللي ماشي ديالته. لا فاش فرقعت لي الرويضه ربما عوال فاش مشيت تلاح فوسي من الهي اللي ما كاين حتى شي طريق، دخل الطريق عندنا حنايا، الناس ناضوا غوتوا كلشي غوت، عندك باش كيبقى كيتحكم فرانه مسكين تعيا. لو كان هو بغى يعتق غير راسو، لو كان عوج هذا يعوج كلشي وما بقاش عنده الحل، بقى كيفران مسكين، بقى واجه الضربه، من واجه الضربه بقى الكار كله بقى في بلاصتو، والحمد لله كان جا هذاك المزرور اللور اللي هو ثقيل، ربما زقتها الكار باش ما يتقلبش وتضرب. قتيلان إذن و20 من الجرحى، 3 منهم جروحهم بليغة. هذه هي حصيلة هذه الحادثة المميتة. وكما نرى لم يكن الأمر متعلقا بحالة الطريق، فالطريق سيار، بل بالحالة الميكانيكية للشاحنة. شاءت الأقدار أن تتوقف رحلة مغاربة متجهين إلى إيطاليا هنا عند مشارف جماعة شراد.